كاينه المناسبه ديال المسيره الخضراء وكاينه المناسبه ديال عيد الاستقلال. فاحنا التقينا باش هذا الفن كذلك يكسر الحدود ديالو. كيف في المسرح كاين تكسير جدار الرافع، فالفن التشكيلي خاصو انطلقت وعطات تبارك الله وصلى على النبي. احنا الان الاستمراريه ديال الفن دائما حنا الاستمراريه ديال الاساتذه ديالنا والبصمه ديالهم كتبقى عندنا حاضره بواحد القوه لا تتصور. شكرا بزاف استاذه. انا كنت على كل حاجه حتى شي حاجه ما كتضيع داكشي كتضيع. وانا التلاميذ ديالي تنبغيهم كنبغي الفن التشكيلي لا بويزي ووليداتي لي زونفون واخا عليهم تنقول لهم لي زونفون سا مرفا. انا معك دائما معك. manière de présenter la poésie. أنا عندي واحد 3 ديال لي بوتيت فراز تيجيو قدام الأخرى وتيفسروا العلاقة اللي كاينة ما بين الفنان أولا الفن التشكيلي و لا بويزي. Écoutez bien, c'est très simple et ça explique beaucoup de choses. Lorsque les mots se muent, يعني زيزن الإنسان ملي تيكون حاس براسو مزيزن يعني باغي يقول شي حاجة هو حلالي. Lorsque les mots se muent, que les couleurs ne parlent plus. Et ça m'est arrivé إلا لاحظتو. أنا رغم أن عليا مرضت بزاف مبقيتش نقدر نوقف على اللوحة مع الأسف. دونك مبقيتش ناشطة في الساحة الفنية كيف كنت. Lorsque les mots se muent, que les couleurs ne parlent plus, la poésie prend la relève. Et j'ai écrit beaucoup de poésie. Quand je me الفنون الجميلة بتطوان. الحضور ديالي هو في إطار تكريم الفنانة الكبيرة فوزية قسوس اللي فنانة كتطوع الساحة الفنية في المغرب وعندها تاريخ في هذا المجال. وهذه بديرة كنفضلوا أنها تشمل عدد من الفنانين التشكيليين، لأن الاعتراف بالفنان هو اعتراف بروح المواطن المغربي. والفن هو أنا كنعتبره دائما قاطرة اللي يمكن لها تساهم في تقدم الإنسان وفي الرقي بالذوق الفني العام. وشكرا. هذا الحدث اللي بدات يسد البيبان ديالو لانه حسيت بواحد السرور جميل وكبير. وتنشكر لاسوسياسيون الاس اللي جاتها الفكره انها وبغاو من عندهم يعني مون بروبوزي انني ناخذ بغاو يديروا لي واحد التكريم. هذا التكريم الحمد لله تصوب على حقه وطريقه من كل جهه. سعيده من جهه كل حاجه، يعني الفكره لا سوربريز يعني جاتني على غفله كما تيقولوا، لا بيل سوربريز و ليفينمون بيان اورغانيزي وحضروا فيه ناس اللي عزاز عليا بزاف. زيد عليهم الطلبه ديالي وفنانين اللي كانوا حتى هما اصلا طلبه قدام ديالي بعض فيهم، واللي ما هوش طالب ديالي فنان كبير اللي كنحترم وعزيز عليا بحال الاستاذ قديد. المهم انا زعما ما عندي ما نقول الا شكرا لاسوسياسيون الاس، وشكرا لكل واحد جا حضر معنا وقسم معايا هذا القيد ديال السرور اللي ما كنتش كنتسنى، واللي الحمد لله ربي ديما بعد
اوقات الفارغه تيجيب لك وقيته ديال السرور وازدهار يعني تيخلصك على الصبر ديالك وعلى المجهود اللي تدير. اللهم لك الحمد. عاوتاني حاجه اخرى مهمه يعني جات مع داك الوقت 6 نوفمبر و 30 نوفمبر لا ليبراسيون المسيرة الخضراء و سميتو الحرية ياك سميتها. وحتى من لوحات اللي خديت تعبروا على الحرية، لا ليبرتي انتيريور، الطابلو اللي هنا سي لا ليبرتي انتيريور. و لوطو بورتري ما كنتش عمرني انا ماشي من النوع ديال الفنانين اللي تيبقاو يرسموا في راسهم. درتو نهار حسيت براسي انني لحقت لواحد un certain bien-être, une certaine force intérieure. يعني ملي حسيت براسي فريمون يعني بحال الا كماليت، بحال الا داكشي اللي كان ناقصني جا. يعني بحال واحد الانسان تيكون عنده واحد مشروع كبير قصار ولا شي حاجه وما عرفش واش عنده حتى باش يبني براكه، وتيمشي غادي كل مره تيدير شويه، كل مره تيدير شويه، تلقى راسو كمال وصواب وطلع وكل شيء صدق. واخا خدا الوقت، واخا ما كانش مأكد يعني يعني لو ترافاي سور سوا يعني سي ان ترافاي اللي تقد تنجح فيه تقد ما تلحقش ليه. ولكن انا النهار درت هاد لوطو بورتري سيتي لو سامبول دو لا ريوسيت دو ما دو مون بيان اتر انتيريور يعني وتنتمنى ان المغرب ان شاء الله تكون بلاد مزدهره وتكمل في المسيره ديالها ديال انها تكون من الدول العظيمه، لان المغرب بلاد عظيمه والحمد لله غاديين مع سيدنا واحد الطريق مزيانه. وكنتمنى ان بلادنا تزدهر وتنجح، وسيدنا يطول ليه الله العمر ويعطيه الله صحه جيده. وانا من الناس اللي تيحبوا بلادهم بزاف اكثر من اللازم، وديما تنتمنى للمغرب كل خير من كبيرو حتى لصغيرو، والحمد لله والشكر لله. manière de présenter la poésie. أنا عندي واحد 3 ديال لي بوتيت فراز تيجيو حتى هما أخرى وتيفسروا العلاقة اللي كاينة ما بين الفنان أولا، الفن التشكيلي و la poésie. Écoutez bien, c'est très simple et ça explique beaucoup de choses. Lorsque les mots se muent يعني زيزو الانسان ملي تيكون حاس براسو مزيزن يعني باغي يقول شي حاجه هو حلالي. lorsque les mots se muent, que les couleurs ne parlent plus. et ça m'est arrivé الا لاحظتو. انا رغم العاليه مرضت بزاف ما بقيتش نقدر نوقف على اللوحه مع الاسف، دونك ما بقيتش ناشطه في الساحه الفنيه كيف كنت. lorsque les mots se muent, que les couleurs ne parlent plus, la poésie prend la relève. Et j'ai écrit beaucoup de poésie quand je me suis... وهي كانت الاستاذه ديالي بطبيعه الحال غيدوزوا عليها بزاف ديال التلاميذ، ولكن حنا كنعقلوا بزاف على الاساتذه وعلى الواقع ديالهم في المسيره ديالنا الفنيه وفي لابروتيساج ديالنا. كنشكركم كاملين وكنتمنى لكم امسيه طيبه.